بص بقى يا صاحبي، انا معايا النهارده فيديوهين من نار لخالد الغندور. فيديو وهو بيتكلم عن انضمام فتوح وصبحي للمنتخب قبل تجديد فتوح، وفيديو لانضمام فتوح وصبحي بعد تجديد فتوح. وهنسمع الفيديوهين وهتشوف التناقض الواضح لمدى المصلحة الواحدة مش لمصلحة المنتخب. انا عايزك تعمل لايك وشير للفيديو ده عشان خاطر الناس كلها تعرف حياة خالد الغندور والعقلية الزملكاوية بتفكر ازاي. وعلى فكرة ده عقل جميع الزملكاوية. تعال نسمع الفيديو الاول اللي هو بعد انضمام فتوح وصبحي بعد التجديد، وبعد كده هنجيب له الفيديو الاولاني. اسمع معايا كده وركز، وهو مع سيف زاهر. قبل ما اروح معاك للمنتخب واختيارات المنتخب، ضم فيتوريا ل احمد فتوح وصبحي والتجديد الزمالك لفتوح، رايك ايه في المسألتين؟ والله طبعا وجود فتوح قيمه، يعني فتوح كلاعب لعيب كبير واحسن باك ليفت في مصر يعتبر، يعني فبقائه في الزمالك اكيد مكسب ليه هو في البدايه. وطبعا الزمالك بيحاول انه يبني الفرقه من مره ثانيه. سالتني على فتوح ولو يعرفوا يجيبوها والله بقول لك من سنه، فقلت لك كابتن سيف فتوح كويس قوي بس عايز يركز. قلت لي يعني ايه يركز؟ يعني ما كنتش عايز اتكلم يعني، فقلت لا يعني يركز في الملعب اكتر، هو عنده اكتر من كده وكتير. القصه دي لابد انها تكون درس لفتوح يتعلم منه ويبتدي يغير من تفكيره ومن سلوكه للي جاي. خالد انت مع التجديد؟ انا مع التجديد كلاعب مهم في الفرقه، ومع لكن لا لازم يلتزم ومع ان فيتوريا ضمه دلوقتي. خلاص طبعا طالما خلاص المشكله انتهت. ولو عايز ركز في الحته دي. نتكلم على صبحي نتكلم ماشي. سبحان الله، يعني الراجل لما ضم وكان في خلاف مع الزمالك الناس انتقدت الراجل بشده، دلوقتي خلاص مفيش مشكله. كابتن معلش لا سبحان الله هخليك تفهم. ما انت بتقول ما كان خلاف ايه ده؟ كان راجل مش ملتزم. طيب هو الراجل دلوقتي جدد بس. ايوه ما خلاص يعني انت حضرتك بتقول دلوقتي ما عملش حاجه. لا الراجل يوم ما ضمه بعد يعني الراجل دلوقتي الفرق ان هو جدد بس يا كابتن خالد. كابتن هو ليه استبعد امام عاشور؟ ماشي وليه ضمه دلوقتي؟ بغض النظر التزم ماشي، ما كانش التزم كان في خلاف ماشي يعني انا قصدي ان فتوح ما عملش حاجه، ان هو جدد بس. طب وامام عاشور عمل ايه؟ ما عملش حاجه. ما هو ضمه. ما هو انا مش مختلف ان ضمه، انا متفق ان ضمه. طيب وكنت متفق انه يستبعده بعد ماتش سيراليون، قبل ماتش سيراليون كنت متفق ولا مش متفق؟ طب ممكن نرجع. حلو الكلام اللي انت سمعته ده رأيه بعد انضمامه افريقيا اللي جايه. تعال بقى نشوف رأيه قبل ما يجدد لنادي الزمالك وكلامه وتصريحاته على الراديو مع زوجته في البرنامج اللي بيقدموه على الراديو. تعال نسمع بقى قال ايه قبل ما يجدد. ركز في الحتة دي، تعال نسمع كده قال ايه. فيتوريا مدرب اجنبي برتغالي، لما بيجي يضم اللعيبه على اساس ادائهم والتزامهم مع انديتهم. تمام. هو بيروح يتفرج على اداء اللعيبه والتزامهم مع انديتهم، وبناء عليه بيضمهم لمنتخب مصر اللي هو اعلى من الزمالك ومن الاهلي. اكيد. فما يجي فتوح وصبحي يخرجوا من المعسكر بالليل، ده يدل على عدم التزام نهائي خالص. فما يجي يضمهم فهو كده ما بيحققش العدل. يعني لو ضم محمد صبحي حارس ثالث بعد محمد الشناوي واحمد الشناوي كان قبليه ابو جبل، فما تيجي تضم مصطفى شوبير مثلا انت بتكافئه، انت كده هو مش هيلعب. بتيجي تضم مثلا احمد فتوح، طب ما تضم كريم الدبيس، تضم اي باك ليفت، حسين السيد، اي حاجه، لان محمد حمدي كمان هو بالنسبه لفيتوريا هو الباك ليفت الاساسي رغم قيمه فتوح كلاعب. لكن انت بتدي رساله للعيبه: اهرب من المعسكر، اخرج من المعسكر، روح اسهر، ما تهتمش. الغريبه بقى ان تصريحه غريب جدا. ما حد ساله بيقول له انت ليه ضمتهم يعني؟ فكان رده ايه يا دينا؟ فيتوريا في المؤتمر الصحفي قال لهم ايه بقى؟ ضم فتوح وصبحي القرار النهائي يعود لي. قررت استدعاء فتوح وصبحي واتمنى ان يتم ايقافهما خلال الفتره المقبله. ده كمان بيقول كده يعني. انا معجب باللاعبان وهم ملتزمان ولم يفتح لي اي ازمات خلال المعسكرات الماضيه. فتوح خاض مباريات عديده مع منتخب مصر وما زال عمره 25 سنه، ومحمد صبحي سيكون حارس مرمى رائع جدا. هو احنا عندنا خلاف ان فتوح لعيب كبير؟ لا طبعا. هل عندنا خلاف ان محمد صبحي حارس واعد والمستقبل قدامه؟ اكيد لا. تمام. رغم ان هو الفتره الاخيره ما بيأديش بصوره طيبه محمد صبحي، لكن هنا السؤال ده بيطالب بعدد ايقافهم. طب لو فتوح وصبحي خرجوا من معسكر منتخب مصر عشان يسهروا، هيكون رد فعل فيتوريا ايه؟ هم اصلا عندهم عدم التزام. هو انت تعقيبك انه ما ينفعش لاعب يعمل كده ويبقى ينضم كده انت بتدي رساله مهما كنت قيمتك كلاعب. اهرب من معسكر ناديك، ما روح اسهر، ارجع الساعه 6 الصبح، اعمل اللي انت عايزه، هضمك برضه. وانا اتوقع ان القصه اعلاميه. حازم امام
اصل حازم امام كلم فيتوريا ما يضمش اللعيبه. لا، هو حازم امام لو كلمني مش هضم اللعيبه، لا انا هضم اللعيبه عشان ما يتقالش ان حازم امام كلمني فاثر عليا. يعني انا دي توقعاتي، لكن خطا كبير جدا ما افتعله فيتوريا، لان اللاعب طب ابو الصحاب، انت سمعت الفيديوهين وعرفت الفرق ما بين الفيديو الاولاني والفيديو التاني، وهو قال ايه في الفيديو الاولاني؟ حتى سيف زاهر استغرب. سبحان الله يا جماعه، ده يا دوب هو جدد بس، هو ما التزمش، هو ما شاركش في المباريات، ورأيكم اتغير فجأة مسافة ان هو جدد بس خلاص رأيهم اتغير، ونسيوا اصلا صبحي، ونسيوا اللي عمله صبحي، ونسيوا اللي عمله فتوح، وخلاص هم رأيهم اتغير. عشان تعرفهم ان المصلحة يعني ايه، هي مصلحة واحدة، او هي مصلحة الزمالك بس، مش مهم المنتخب، مش مهم اي حاجة. يعني شوف في الفيديو الاولاني بيقولك يا ريت يكون اتعلم من الدرس، يا ريت يكون اقتنع بالموضوع، وان الموضوع ده يعني يكون اتعلم منه وما يقعش فيه تاني. وشوف في الفيديو الاولاني فيتوريا اخطأ خطأ كبير جدا. فيتوريا ازاي يضم لعيبه بتخرج من المعسكرات؟ فيتوريا ازاي بياخد لعيبه بتخرج من المعسكرات؟ ده بيدي مؤشر للعيبه كلها ان هي تخرج من المعسكرات بعد كده. طب وايه اللي حصل بعد كده بعد التجديد؟ خلاص نسيت اللي فات، نسيت اللي انت قلته. اظن التناقض واضح، وكمية الغرابة الشديدة في تصريحات الناس ديت بقت واضحة على العلن، والتناقض واضح. وخلاص يعني انا خلصت فيك كل الكلام، واظن بعد ما جبت لك الفيديو ده والفيديو ده خلاص انت بقيت شايف قدامك خالد الغندور شكله ايه. ده حتى يعني سبحان الله سيف زاهر استغرب. يا سبحان الله يا جماعة، ده هو يا دوبك مضى عقود، لا التزم في تدريبات، ولا التزم في ماتشات، ولا التزم في معسكرات، ولا التزم في اي حاجة. يعني يا دوبك مضى عقد. يعني عشان تعرف ان القصة كانت مجرد تجديد، او القصة ان مجرد ان فتوح كان يعني مش هيبقى متواجد في الزمالك، فانا عايز اخرب بيته زيه زي اللي حصل مع كهربا، مش موجود في الزمالك فانا عايز اخرب بيته بقى، مش عايزه يلعب كورة، هبوظ له الدنيا عشان خاطر هو بعد عني، او عشان هو خاطر هو مش عايز يلعب عندي، فانا لا، هي فيها يخفيها. هو كده الناس كده. انما مصلحة منتخب مصر لا، مصلحة منتخب مصر مش مهمة. المهم نادي الزمالك، لا ازاي انت بتتكلم ازاي؟ المهم التيشيرت الابيض، المهم المبادئ، المهم القيم، المهم الاخلاق، المهم ان هو يجدد لهم. وبعد ما جدد لهم خلاص يا عم روح المنتخب، ايه المشكلة؟ الراجل جدد، مفيش اي مشاكل مع جماهير الزمالك. يا سلام بقى لو ما كانش جدد لحد النهاردة، كنا هنسمع صياح والله العظيم. كان فيتوريا هياخد كمية هجوم من جماهير نادي الزمالك من هنا لحد ما البطولة تخلص، والبطولة تنتهي، وبقى ايه زمالك يعني فتوح يسيبهم ويمشي، او فتوح يمضي لنادي تاني. كنا هنسمع صياح ملوش حدود، كنا هنسمع كمية انتقاد ملهاش حدود. لكن خلاص الراجل جدد، فما فيش اي مشكلة بقى. خلاص بقى يعني كنا يعني خالتي وخالتك وتصالحنا، خلاص كنا متفرقين وتصالحنا، والدنيا بقت حلوه وسمنا على العسل، وقعدوا يحكوا مع بعض حكاوي، وخلاص ابو الصحاب، والدنيا بقت جميله ومفيش اي مشكله. انا عايزك تدعم الفيديو ده بلايك وشير، ولو مش متابعنا يا ريت تتابعنا، عشان احنا بنكشف حقائق ضد الناس دي، وبنوضح للناس الحقيقه، وبالفيديوهات اهو. انا ما جبتش حاجه من عندي ولا قلت حاجه من عندي. اعمل لايك وشير الفيديو في كل مكان عشان الناس كلها تعرف حقيقه الكلام، وخالد الغندور والدايره اللي ماشيه في قصه انضمام فتوح وصبحي لمنتخب مصر. شكرا لكل الناس حبايب قلبي.